رمضان في مصر حاجة تانية، وفي أحيائها الشعبية حاجة تالتة ورابعة وخمسة. أجمل من رمضان في أحيائها الشعبية مش هتلاقي. وإحنا النهاردة في أجمل وأعرق الأحياء الشعبية، حي السيدة زينب، واللي فيه أشهر مساجد مصر مسجد السيدة زينب، واللي بالمناسبة دي هو تم تطويره مؤخرا وبقى تحفة فنية. الإضاءة بتاعته روعة، يمكن كمان الصورة ظلماه، لكن حقيقي تفاصيله حلوة جدا. وهيتم افتتاحه رسميا ليلة 27 رمضان إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. لكن دلوقتي هو مفتوح بس لصلاة التراويح في الساحة الخارجية للمسجد. وإن ربك لشديد العقاب لولا أنزل عليه إنما أنت. وكمان تقدروا تروحوا تقضوا يوم هناك وتفطروا هناك. السيدة زينب فيها كل أنواع المطاعم اللي تتخيلوها، وكل المطاعم بالمناسبة دي مشهورة بسعرها المناسب وبطعم الأكل بتاعها الجميل والمميز، من أول الكباب والكفتة لغاية الفول والطعمية. كل حاجة هتلاقوها هناك، وكافيتريات وكافيهات، كل حاجة، حتى أشهر ناس بتوع مخللات هتلاقوهم هناك. ومناسبة كمان ان احنا قربنا على العيد، كل سنة وانتم طيبين، كمان هناك شاهين اشهر فسخاني في مصر. فالحقيقة الجو هناك روعة، والتمشية وسط حاجات رمضان والروحانيات وفوانيس رمضان وحاجة رمضان اللي لسه مرصوصة هناك، حاجة كده تخليك تعيش يوم جميل. تخيل بقى تبقى ماشي في وسط الحاجات دي كلها والخلفية بتاعتك هي صلاة التراويح. حقيقي من أجمل الأماكن لو عايز تحس برمضان، عليك وعلى الأحياء الشعبية. وبس كده.